الله الله على الجمال يا جدعان، شويناه وجينا في لحظة. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحة ما بين ايديكوا يا رب. شفتي الجمال؟ انت شفتي حلاوة احلى من كده؟ الله الله الله، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله خد المقادير وامشي على المقادير. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. يلا احنا هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ احنا نعمل كفتة مشوية على الفحم. تعالوا بقى نشوف كل الحركات وكل التكات وهنعملها ازاي مع بعض. اللي انا بحطه، هتجيب الاول وعايه كده او اي بول عندك وتحطي فيها مصفى، حطي فيها اي حاجه زي ما انا حاطه كده. المهم البصل والفلفل ده قرنين فلفل سبايسي وقرنين فلفل مش سبايسي عادي. لو عايزاه حاره اعملي كده، لو مش عايزاه حاره عاديه ما تحطيش سبايسي. هتجيبي 4 بصلات برضو لكل كيلو، 3 بصلات او بصلتين كبار، يا 3 وسط يا بصلتين كبار. انا معايا 2 كيلو لحمه، حطيت لهم 4 بصلات حلوين يعني كبار، وحطيت لهم الفلفل قرنين وقرنين. مسكتهم في مصفى تصفيهم قوي من الميه والعصاره اللي فيها، ما تخليش فيهم ولا نقطه ميه بالطريقه اللي انا عملتها دي. كل ما تصفي البصل من العصاره اللي فيه مش هيخلي الكفته معاكي تفك على السيخ، وهيخليها متماسكه من اول صباع لاخر صباع. وهنشوفها مع بعض دلوقتي هيبقى شكلها ايه. هتعصري الميه اللي فيها قوي قوي كده، ما تسيبيش فيها ولا نقطه. شوفي لدرجه ان انا بجيب مره واتنين وتلاته واقعد اعصر فيها لغايه ما تنزل مفلفله بالطريقه دي في ايدي، عادش فيها ميه خالص. اي نعم ايديك هتوجعك من العصر وكده، بس اجمدي في الحته دي مش مشكله. لازم نتعب شويه عشان الحاجه تطلع حلوه من بين ايدينا. وهتنزلي كده بال2 كيلو لحمه. اللحمه بتاع الشوي ما بتبقاش لحمه حمرا صافي، لازم يكون عليها نسبه دهن. ده كيلو لحمه، حطيت على كل كيلو 100 جرام ليا. هتروح عند الجزار عنده ليا تجيبي منه، مش عنده ليا يبقى عندك ليا انت في الفريزر. ما عندوش ليا ولا عندك في الفريزر، تضيفي عليها دهن من اللي بيتضاف على اللحمه المشويه. تقولي للجزار حط لي 100 جرام دهن من اللي هو بيتضاف على اللحمه المشويه. هم عارفين حته الدهن اللي بتتحط على اللحمه المشويه شكلها ايه. وهتحطي هنا بهارات لحمه فوق البصل والفلفل اللي احنا عصرناه. هتحطي بهارات لحمه وشويه كزبره وملح بس، يعني ما احناش وفلفل اسمر بس. ما احناش عايزين نودي طعم الكفته لحاجه تانية، احنا عايزين ناكل كفته على الفحم يبقى طعمها كفته. هتجيبي بهارات لحمه بس وشويه كزبره وشويه فلفل اسمر وملح. هتحطي على كل كيلو معلقه ملح من اللي هي بتاع الشاي بتاعتنا الصغيره دي، ما تحطيش معلقه كبيره عشان ما تبقاش حادقه منك قوي. شفت انا شديت الشجره بتاعتي، لقيتني لسه عايزه شويه كزبره، شديت الشجره اللي جنبي وقطعت منها كمان شويه. دي مش شجره يا جماعه لا تصدقوا، دي كزبره ببقى جايبه بكميه كده وبحطها في وعايه كده، وبحط تحت تحت الرز بتاعتها شويه ميه عشان تفضل خضره كده معايا طول اليوم. ممكن تبات وهي كده برضو. اعملوها لو عندكم اي خضره او اي حاجه اعملوها كده. هتجيبوا وعايه وتحطوا فيها شويه ميه وتنزلوا الجدر بتاع الخضره في الميه دي، هتلاقيها عاشت معاكي فتره زمنيه حلوه يعني. هتعجنيها بقى، لازم اللحمه تتعجن قوي. اقعدي عجني فيها كده ربع ساعه بالطريقه اللي انا بعجن فيها دي. وبيضه، انت شفتني وانا بحط البيضه، انا ما قلتلكوش عليه. يبقى بيضه ومعلقه فلفل اسمر. اقول لكم المقادير التانية اهو. بصلتين كبار وبيضه ومعلقه فلفل اسمر وبهارات لحمه، بهارات لحمه مشويه. هتروح عند العطار تقول له انا عايزه بهارات لحمه مشويه، وتعجني فيها ربع ساعه بالطريقه دي. وتعينيها بقى في التلاجة، تسيبيها في التتبيله دي لمده 4 ساعات على الاقل. لو هتعمليها من بالليل لتاني يوم الصبح يبقى حلو قوي. هنعمل ايه هنا بقى؟ هنعمل السلطات بتاع المشوي. طب وانت هتعملي سلطات وكل الحاجات دي بتحطها هنا ليه؟ كل الحاجات دي هتاخدها على النار. انا اخدت البتنجان، كان هنا بتنجانتين حطيتهم يتشوم ورا مني على البوتاجاز، وهاخد كل الحاجات دي هحطها تتشوى على العين التانية هي كمان. بصل، فلفل حار سبايسي، شطة، فلفل من بارد، ده كله مع بعضه. طماطم اهو شويتهم وجيت اهو حطيتهم على العين التانية يتشوى. معانا العامل الاساسي لسلطة الدقوس. انا هعمل معاكم دلوقتي سلطة الدقوس. 4 فصوص توم، وهنقشر كل الحاجات اللي انا شويتها دي، فلفل وشطة سبايسي وطماطم وبصل. كل الحاجات دي قشريها وانزلي بها في الخلاط عشان نعمل احلى شوية سلطة دقوس. هتاكليهم هتقولي يا سلام ولا احلى من كده. تقشري كده، انا عايزه الحته السمراء اللي فيها دي، يعني تقولي السمراء كده استوت واحنا بنسوي الطماطم كده، فانت تقشري سيبي عادي، لو فضل حته سمراء سيبيها برضه. شفتي البصل كل حاجه مستويه. هتهدي النار كده على نار هاديه وتسوي الحاجات دي كلها، وهتنزلي عليهم بربع كوبايه زيت. انا نزلت الوقت اللي في الكوبايه دي ربع كوبايه زيت،
ومعلقة خل والثوم. عامل اساسي لسلطة الدقوس الزيت والخل والثوم. ربع كوباية زيت، نص معلقة ثوم، نص معلقة ملح، معلقة خل مليان اهو. عملنا تضربها في الخلاط وهتيجي بالطريقة دي كده وتبقى بالشكل ده. هتاكلي منها مش هتزهقي. ممكن تسيبي الكفتة كمان وتاكلي السلطات اللي احنا هنعملها دي. تعالي تاني نشوف احنا هنعمل ايه تاني. ما احنا مش هنسكت، احنا هنعمل دي بس؟ لا، ده احنا هنعمل لسه حاجات كتير. معانا دلوقتي البتنجان الشوي اهو. هنعمل شوية بابا غنوج عسل عسل زي قلوبكم الصافية كده. برضو ربع كوباية الزيت بتاعتنا، ليمونتين، بتنجانتين، التوم، الزبادي. هتحطي برضو في الخلاط، هتحشي الراس اللي هي ورا دي بتبقى جامدة كده مش مستحبة، هتحشيها وهتنزلي بيهم في قلب ايه الخلاط. تنزلي في الخلاط وهتنزلي عليهم بالليمون كده على طول. احنا عارفين ان الليمون بيخلي البتنجان بتاعنا ابيض وفاتح لاخر لحظة. يعني تقعدي تاكلي كده ممكن تسيبيه طول النهار عادي ويفضل فاتح معاكي باللون الحلو الابيض ده. عصري الليمون او ما تسيبيش فيها حاجه، عصرناها كويس كده. هننزل بقى بربع كوبايه الزيت وباربع فصوص توم اهو. شوفي 4 فصوص توم، كل حاجه من دي هتاخد منك 4 فصوص توم. وشويه كزبره من الشجره بتاعتنا اللي احنا حاطينها على جنب دي. حطي شويه كزبره كده وعلبه زبادي. انزلي بالعلبة الزبادي هتديكي طعم ممتاز. لو ما عندكيش علبة الزبادي دي وعندك لبن رايب، شوفي وطرف المعلقة ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة بس، ما تحطيش اكتر من كده. ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبرة ناشفة. ما تزوديش اي بهار تاني بقى. ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبرة ناشفة، معلقة خل، 4 فصوص توم، علبة زبادي. هو ده البابا غنوج وليمون بس. وعملناه وبأسهل السهولة، مفيش اسهل من كده. او شوفي بسم الله ما شاء الله زي العسل عسل عسل. ولسه هنعمل ايه بقى؟ لسه هنعمل كمان الوقت الطحين، عشان اساس المشوي هو الطحينة. طبعا كل السلطات دي اساس المشوي. انت معاك الكفتة، عايزة السلطات دي كلها جنبك عشان هتغمسي ده وتغمسي ده. ممكن نستبعد الكفتة خالص وناكل احنا السلطات دي وخلاص، وملناش في الكفتة اصلا. واحدة من الناس لما باكلها بطني بتوجعني، بس عادي يعني ناس كتير بتحبها. بألف هنا وصحة على قلوبكم. كده بقى احنا ما استعملناش الخلاط في الحته دي. جبنا 3-4 فصوص توم برضو ودقناهم بالصلايه او بالمدقه او تبع ما انتوا بتقولوا. هندقهم حلو كده لما نخليهم ناعمين خالص خالص، نخليهم مش باينين ان هم توم اصلا. وهنكون غاليين ميه على البوتاجاز. انا هجيب الميه الوقت. هنحط الطحينه في طبق كده غويط او في بوله عندكم، وهنعصر عليها الليمون. هو عصره قوي قوي، ما تسيبيش فيه حاجه. وهننزل عليها بالمية السخنة اللي بتغلي. خلي عندك كوباية مية بتغلي. شوية الطحينة دول هياخدوا منك كوباية مية بتغلي. هتخليها تغلي على البوتاجاز وهتجيب وهنزل بها الوقت معاكم. بس بعد ما احط كل الحاجات دي انا اقلب التوم ده تقليبه كده اهي. شفتوا المية بتدخن ازاي؟ معناها ان هي بتغلي خلاص اهي. هتنزلي بقى على الطحينة كده وهتقلبيها، هتقلبي شوية هتلاقيها بتتقل معاك. كل ما تتقل هتزودي نقطة بنقطة صغيرة، نقطة بنقطة، عشان ما تسيلش منك وتبقى فكة كده وتيجي تاكليها تلاقيها بتقع من على اللقمة. لا، احنا عايزينها تكون حلوة وفي نفس الوقت تكون متماسكة. وهنحط لها معلقة خل. العامل الاساسي بتاعنا النهارده الخل والثوم في السلطات دي كلها. وشوية فلفل اسمر وشوية كمون وشوية كزبرة برضو، نفس اللي انا حطيته في البابا غنوج حطيته هنا. وربع كوباية زيت او معلقتين 3 كده، ما كترش في الطحينة يعني. بالطريقة دي وتقعدي تقلبي 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 لما تبقى بالسمك كده كده اهي. ما تقوليش سايل، لا لسه هتبرد. انت ما تنسيش ان انت حاطه ميه سخنه بتغلي، يعني هي سخنه الوقت. فلما تبرد هتبقى متماسكه خالص. خلصنا السلطات بتاعتنا وشاطرين وجاهزين لكل حاجتنا باذن الله. انا قلت لك كم مره ما تكوني بتجهزي حاجه جهزي حاجتك قدامك وانت هتلاقيكي بتخلصي كل حاجه بغمضه عين. هنصبع الكفته بقى عشان مولعين الفحم بره. احنا مش هنحط الفحم في المطبخ، احنا حاطينه بره كده قدام الشقه. انا مولعاه بره بس صبعت الكفته معاكم عشان اوريكم العلامات اللي هي في الكفته دي. زي ما بنروح ناكلها في اي مطعم في اي مكان بيعملون بنلاقي البصمه اللي في الكفته دي. طب العلامات اللي في الكفته دي ازاي؟ علشان بيعملوها بنفس النظام كده. تصبعي صبع الكفته كده وتتك عليه كده، تتك عليه بصبعك تتكيتين 3 بتلاقي البصمات دي باينه. وهتقفلي الصباع من فوق ومن تحت، يعني يبقى على السيخ كده تتك عليه من فوق ومن تحت، يبقى بالجمال والروعه اللي انت شايفاها دي. الله الله على الجمال يا جدعان. شويناه وجينا في لحظه. بسم الله ما شاء الله بألف هنا وصحة ما بين ايديك يا رب. شوفي شفت الجمال؟ انت شفت حلاوة احلى من كده؟
الله الله الله، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله خد المقادير وامشي على المقادير ديت، وان شاء الله كل حاجتك هتبقى مظبوطه ومية مية. وقومي وشجعي واعملي اي حاجه كلها انت وعيالك، وبسم الله ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. شوفوا متماسكه ازاي، بصي انا بشد فيه يعني، ولا ضفنا دقيق بقى ولا ضفنا بنشا ولا ضفنا اي حاجه، مفيش اي اضافات خالص على المشوي بتاعنا. هو كده كده بس، اللحمه والليه واللي انا المقادير اللي انا قلت لك عليه. يلا ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.